الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم حلوة البوق. درنا عندي شويه ديال الزبده، ممكن تاخذوا 250 غرام ولا 125 غرام انا اللي خديت. حيت درت غير نص كميه، ممكن تضافوا الكميه. هنا الا كانت عندكم جامده غادي كانت في الثلاجه غادي تحكوها. انا حكيتها باش تسهل عليا الطريقه، باش دغيا كتسهل عليا باش نخدمها مع السكر. درت كاس ونص ديال السكر حبيبات باش دغيا تنسجم مع بعضها وكتولي بحال شكل كريمي. حيت الا خدمتوها هكا كتمحنكم. هذه طريقه سهله، ممكن تخدموا في المورقه ديالكم اي حاجه. مهم الزبده ضروري تحكوها باش كتسهل عليكم في الخدمه. من بعد تنضيف كاس مع مرش ديال الزيت نباتيه، 2 حبات من البيض كما قلت لكم. انا درت غير نصف كميه، ممكن ديروا تضافوا الكميه. هنا درت قشور حامضه كامله ولا الحامض ولا الليمون ولا المهم تنكاو باش ما بغيتو ولا الفاني، ولكن القشور الحامض صراحه كيجي خطير خطير. كيعطي واحد اللوكو رائع. ممكن ديروا حتى رايب، حتى الرايب كاين اللي كيستعمل الرايب كيعطي حتى واحد النكهه رائعه، ولكن انا كندير غير قشور الحامض بحال هكا تيجي داك اللوكو ديالو كيجي رائع. دابا غادي نحاول نخدمو جيدا بالاصابع ديالنا ونحكو ديك الزبده ودوك العناصر كامل حتى نحصلوا على شكل كريمي بحال هذا الشكل هذا. من بعد تنضيف خميره كيماويه 8 غرام كما قلت لكم، هي تجي بحال شكل بوماط. دابا غادي نضيف الخميره ونضيف زلافه ونص ديال الدقيق. انا هنا درت دقيق الحرش، ما درتش دقيق الفورس باش كتجينا مرمله. ما كتجي المهم كتعجبني تجي بحال هكا بالفورس الحرش. صدقوني كتجي رائعه وكتجي مرمله وهشيشه في الفم. ملي كلها كيقول لكم شكون هو السر، ما ديروش الفورس رطب. صراحه انا سيتها بهاد الفورس الحرش وعطاتني نتيجه احسن من الفورس رطب. داكشي باش شاركتها معكم وكنتمنى انكم تجربوها. كما كتلاحظوا حتى في الشوفه ديالها كتجي بحال شكل بحال مرمله بحال حرشه، وداك القرمشه ديالها يا سلام. من بعد ما كنحصلوا على عجينه ما تكونش قاصحه، ما تكونش مرخوفه بزاف بحال هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الصوره تكون واضحه. انا هاد الكميه خدت ليا زلافه ونص، نتوما الا ضافتوا الكميه راه غادي تعطيكم اكثر. من بعد تناخدو البوق، انا كنشكلو به. كاين كياخد داك البوق اللي كيكون مقاد من التحت ومن الفوق في هذا الانيواج هذا. انا خديت هذا فيه كله كامل في انيواج. تنحطو بحال هذا الشكل هذا. انا غير تنوريكم حيت شدت التليفون بواحد يدو كنصور وكنوريكم. نتوما ممكن ديروا طويل بحال هذا الشكل، ممكن تكبروه من هذا الشكل ولا ممكن تصغروه، تيبقى لكم اختيار. من بعد ما تنشكلو في اللاطه ديالنا تنكملوا هذه العمليه كامله. الكميه اللي عندي انا، هاد الكميه كامله اللي عندي درت ليها 2 لاطات. نتوما لو بغيتو تدوبلو تكون عندكم 4 لاطات غادي تضافوا الكميه ديال المكونات كاملين باش تضافوا الكميه. انا صراحه هادشي كافيني. من بعد ما كنسالي كندخلو للفرن، كنسخنو من قبل على درجه متوسطه، كنشعل من الاسفل حتى تيطيب تقريبا تيوقت وقت طويل ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. ومن بعد تنشعلها من الاسفل من الاعلى باش ياخذ هذا اللون الذهبي. ما تخليوش يتحمر بزاف، غير هذا اللون الذهبي صراحه يعطي كميه كثيره. ومن بعد تندير لي هاد الريوس هذا كنديرهم في شويه الشكلاط اللي ذوبته في حمام مريم وكنديرو، ولا ممكن تذوقوا بالبرميسي ولا ممكن تخليوه بحال هذا الشكل. صراحه المذاق ديالو خطير خطير، والاهم انه بسيط والمكونات متوفره في كل بيت. ممكن تصايبوا في اخر اللحظات وما كياخذش وقت بزاف، 10 دقائق 15 دقيقه راه تصايبوه. غير الطياب زائد 15 دقيقه ديال الطيب كيجي هشيش ومرمل كما قلت لكم. داكشي باش قلت لكم ديروا الفرص الحرش ماشي فرصه الطب. صراحه خطير لا في الشكل لا في المذاق، وسهل وبسيط. ديما نمشيو شي مرة ببساطه، ماشي ديما ناخذ شي حلويات فيهم التعقيدات. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.